ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. وربنا كده يجعل ايامنا كلها خير ورزق وبركة ودعاء مستجاب ان شاء الله. وربنا ينصر اخواتنا يا رب في القريب العاجل باذن الله، ويبقى معاهم دايما كده وينصرهم باذن الله على اللي هم فيه. الفيديو بتاعي النهاردة هنشرح فيه فضل العشر ايام اللي احنا بنصومهم ده. انا طبعا الفيديو ده كان المفروض يتعمل من يومين، بس طبعا معذرة للوقت مفيش وقت خالص. فهنقول النهاردة احنا ليه المفروض بنصوم العشر ايام دولت، ايه الاسباب اللي ورا العشر ايام بتوع ذو الحجة. المفروض ان احنا كمسلمين نبقى عارفين المعلومات الدينية دي عن ديننا. احنا مش بنصوم كده وخلاص، لا يا جماعة، احنا المفروض نبقى عارفين فضل الايام دي، المفروض بيحصل فيها ايه واحنا ليه بنصوم. اول يوم اللي هو 1 ذو الحجة، احنا ليه بنصوم اليوم ده؟ لان ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى غفر فيه لسيدنا ادم عليه السلام ذنوبه عندما اكل من الشجرة المحرمة. اليوم التاني وهو اليوم اللي استجاب فيه ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا يونس دعائه وهو في بطن الحوت، وطبعا احنا عارفين قصة سيدنا يونس مع الحوت. اليوم الثالث وهو اليوم اللي ربنا استجاب فيه لدعاء سيدنا زكريا ورزقه بالابن الذي كان يتمناه. اول 3 ايام كده ربنا استجاب فيهم لدعاء الانبياء، فمعنى ذلك ان انت المفروض ما تبطليش دعاء. ادعي من قلبك بنية صافية وانت صايمة، على قد ما تقدري ادعي باللي نفسك فيه وربنا ان شاء الله هيحققهولك. يا جماعة الدعاء بيغير القدر. بالنسبة بقى لليوم الرابع، ده اليوم اللي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام. اليوم الخامس ده اليوم اللي ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام. اليوم السادس اليوم الذي فتح الله فيه سبحانه وتعالى لنبيه كل أبواب الخير. كده عندك كمان 3 أيام تاني، أيام رزق وخير ومغفرة. ال3 أيام اللي في النص دول. اليوم السابع ده اليوم اللي بتغلق فيه أبواب جهنم ولا تفتح إلا بعد انتهاء عشر ذو الحجة. اليوم الثامن وده يوم التروية، ولو مش عارفين اكتبولي في التعليقات يعني ايه التروية وهعمل لكم فيديو بيه ان شاء الله. نيجي بقى لأهم يوم، أهم يوم في ال9 ايام دول كلهم. هم كلهم مهمين، بس يعتبر اليوم الأساسي اللي احنا بنبقى عارفينه يا جماعة وهو يوم عرفة. يوم 9 ذو الحجة معروف ان هو بيكون يوم عرفة. اليوم ده الصيام فيه بيعني او بيساوي او بيعادل كفارة سنة ماضية وكفارة سنة قادمة. يعني ربنا هيغفر فيها ذنوب سنة فاتت من عمرك وسنة لسه جاية من عمرك. شوفي كرم ربنا، في اكتر من كده كرم. انا جسمي اشعر اصلا وانا بقول الكلام ده. وكمان اليوم ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه اليوم اكملت عليكم دينكم، صدق الله العظيم. اليوم العاشر بقى اللي هو 10 ذو الحجة، ده هيعتبر أول يوم العيد ويوم التضحية بتاعنا أو يوم عيد الأضحى. ده اليوم ده ربنا مسميه لنا كده يوم الجائزة أو يوم الجايزة، اللي هو بيكافئنا بيه على مجهودنا طول ال9 أيام اللي فاتوا، إن احنا بنصوم وبنصلي وبنقرأ قرآن وبنتصدق وبنطعم الفقير وبندعي بظهر الغيب وبنعمل كل حاجة حلوة. على قد ما تقدروا اغتنموا ال9 ايام دول بالتحديد يا جماعة. ربنا يعني بجد يعني هيبقى معاكم في كل وقت. حاولوا تدعوا طول ما انتوا قاعدين، ما تبطلوش دعاء، ما تبطلوش ذكر. طول ما انتوا قاعدين بقكم ده شغال بالذكر والتسبيح. هللوا على قد ما تقدروا الله اكبر والحمد لله وسبحان الله. على قد ما تقدروا كل ده يعتبر في ميزان حسناتكم، وربنا يدينا ويديكم ان شاء الله. ولكم بالمثل، دعوة بظهر الغيب، ولكم بالمثل ان شاء الله. وما تنسوناش من الدعاء ان شاء الله، ولكم بالمثل. كده خلصت معاكم الفيديو. في فيديو تاني جاي بعده ان شاء الله برضو مهم زي ده. اتمنى تتفرجوا على الفيديو للاخر وتشوفوه، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده على طول.